الحمد لله رب العالمين. يا رب، لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنباً إلا غفرته، ولا ميتاً إلا رحمته، ولا مريضاً إلا شفيته وعافيته يا رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله ومن دعا بدعوته بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الأحبة الكرام، لقد كرم الله الإنسان وميزه على جميع المخلوقات بمنحه عقلاً يميز به بين الحق والباطل والضار والنافع. ولم يهب ربنا سبحانه للإنسان هذا العقل هباء منثورا، ولم يعطه هذه المنحة دون تكليف ودون محاسبة، إنما كان العقل الذي ميزنا الله به على سائر المخلوقات، كما قال ربنا في كتابه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فأنت أيها الأخ الكريم مفضل على كل المخلوقات حتى الملائكة. الإنسان عند الله أعظم قدراً من جميع الخلق، بما فيهم ملائكة الله، بشرط أن يغلب العقل على الشهوة والملذات الدنيوية. إذا تحكم العقل في الشهوات كان الإنسان عند الله أفضل من الملائكة، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذه المنحة كانت سبباً في التكليف، فأنت مكلف بموجب العقل، أنت مكلف بعمارة الكون. وعمارة الكون تكون بأمرين: بالعبادة والعلم والعمل. بالعبادة والعلم والعمل. ولن نستطيع أن نعبد الله عبادة ترضيه، ولا أن نعمل عملاً يأخذ بأيدينا إلى التقدم والرقي وإلى قيادة الأمم وأن يشرف بنا رسول الله إلا إذا أعملنا العقل. انظر إلى الدائرة، أنت مكرم بالعقل ومكلف بعمارة الكون، وعمارة الكون عبادة وعلم وعمل، ولن نستطيع أن نعمر الكون بالعبادة والعلم والعمل إلا بإعمال العقل والفكر. قال الله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال الله: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، اسمع، لعلمه الذين يستنبطونه منهم.
الاستنباط هو عصر الفكر وإمعان النظر وإعمال العقل، بأن يغوص الإنسان بعقله وفكره في عمق النصوص القرآنية، لا تأخذ نصاً بظاهره سواء من القرآن أو السنة، لكننا مكلفون كما قال الله: أفلا يتدبرون القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك. ليه؟ ليقرؤوه؟ ليتغنوا به؟ أبداً. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فلن نحقق العبادة ولن نحقق العمل والعلم إلا بالتدبر، أن تغوص في أعماق الآية وأن تقف على مراد الله فيها، وأن نفهم النص القرآني فهماً صحيحاً مرضياً لله ومرضياً لرسوله ومحققاً لمراد الله من القرآن ومحققاً لمراده من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد حثت السنة على الفهم الصحيح لمراد الله من القرآن، كما أمرنا القرآن بأن نفهم فهماً صحيحاً. أفلا يتدبرون القرآن؟ كذلك أمرت السنة بتدبر القرآن والسنة، وأن نصل إلى نقطة التقاء مرضية لله ورسوله. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث سيدنا معاذا سفيرا للإسلام إلى اليمن يعلمهم القرآن والسنة ويقوم فيهم داعيا إلى الله عز وجل، فقال له حبيبنا عليه السلام: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله عز وجل. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد، إذا كان الأمر صعباً عليك ولم تستطع أن تتوصل إلى دليل من الكتاب أو السنة، مع أن الله هو القائل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، لكن العالم أو الداعية قد يخفى عليه الدليل أحياناً، وقد يغلق عليه من قبل رب الأرض والسماء لعلة أو لحكمة، فلا يتذكر دليلاً ولا يتذكر طريقاً يسير عليه، لكن الله عز وجل فتح له باباً عظيماً. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله، قال: أجتهد رأيي ولا آلو. يعني الكلام ده يعني أعمل العقل وأعمل الفكر وأدقق وأدبر وأتدبر وأمعن النظر وأنظر في الآيات التي تشير حتى من بعيد إلى هذه القضية، والأحاديث النبوية التي تشير ولو من بعيد إلى هذه القضية. أجمع القرآن وأجمع السنة وأنظر بعقلي وفكري وأتدبر وأبذل مجهوداً كبيراً، لا أدخر جهداً ولا أدخر وقتاً ولا أدخر إعمالاً لعقل في أن أصل إلى رأي موافق لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال حبيبنا عليه السلام بعد أن ضرب بيده على صدر سيدنا معاذ، قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يرضي رسول الله. علم النبي صلى الله عليه وسلم أن سيدنا معاذ صاحب فكر، صاحب عقل، صاحب رؤية ثاقبة، صاحب فكر يجمع الناس على كتاب الله وسنة رسوله، صاحب فكر يجمع ولا يفرق، صاحب فكر يبني ولا يهدم، صاحب فكر يجمع ولا يشتت، صاحب فكر يعمر ولا يخرب. أما أن نفهم القرآن فهماً خاطئاً، أو أن نفهم السنة فهماً خاطئاً، أو أن نأخذ بظاهر النصوص، حتماً سنختلف. إن فهمنا القرآن يا سادة
فهما خاطئا على مرادنا وعلى هوانا وعلى أمزجتنا وعلى غير مراد الله، حتما سنختلف وسنفترق إلى جماعات، وأن نكون فرق وشرازم، ويصيبنا الوهن والضعف، ونصير أمة ضعيفة بين الأمم. أما أن نتفق على مائدة القرآن وعلى مائدة السنة، وأن نكون على فهم صحيح لمراد الله، نكون على قلب رجل واحد، أمة قوية فتية لها وزنها وقدرها بين الأمم. الفهم الخاطئ يؤدي إلى الدمار. وانظر في الحديث الذي رواه أبو داود عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه. الصحابة في سفر فأصاب أحدهم حجر في رأسه فجرح رأسه، ثم احتلم، فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: لا نجد لك رخصة في التيمم وأنت قادر على استعمال الماء. فاغتسل فمات. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر النبي بهذا أو بذلك، فماذا قال رسول الله؟ قال: قتلوه قتلهم الله. دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من يفتي بغير علم، وعلى من يفهم القرآن فهما خاطئا، وعلى من يبلغ عن الله بلاغا كاذبا دون علم. قال: قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي، أي عدم العلم وعدم المعرفة والجهل بالشيء، إنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه، انظر إلى الفهم الصحيح، إنما كان يكفيه، النبي بقى يوضح لهم ويعلمهم، إنما كان يكفيه أن يعصر على جرحه خرقة، مكان المتعور ده يلف عليه خرقة أو قماشة، ثم يمسح عليها، ثم يغسل سائر بدنه. فالفتوى بغير علم والفهم الخاطئ للقرآن والفهم الخاطئ لنصوص السنة يؤدي إلى هلاك، يؤدي إلى موت، يؤدي إلى دمار، يؤدي إلى خراب. قال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل يعتقد أنه صواب وغيره خطأ، وأنه على الطريق الصحيح وغيره شارد عن طريق الله. اعتقادات. على سبيل المثال مثلا يعتقد الإمام أنه صواب وغيره خطأ، ويعتقد الرواد أنهم صواب والإمام خطأ، وكل منا يعترض على فكر الآخر، وكل منا يخطئ الآخر، وكل منا أحيانا تصل به الجرأة أن يكفر الآخر. وهذا السلوك نهى الإسلام عنه، نهى الإسلام عنه. إنما علينا أن نتفق وأن نجلس على مائدة القرآن ومائدة السنة، وأن نحمي أبناءنا وبناتنا ونسائنا، نحميهم من الأفكار الهدامة ومن الأفكار التي تؤدي إلى التشرذم والتفرق، وأن نكون على قلب رجل واحد. ولنعلم جميعا أننا في سفينة واحدة، على اختلاف أفكارنا وعلى اختلاف ثقافاتنا وعلى اختلاف بيئاتنا، ففي النهاية الكل في سفينة واحدة. إن نجت ستنجو بنا جميعا، وإن هلكت يا سادة ستهلك بنا جميعا. الصالح سيهلك قبل الطالح، والعابد سيهلك قبل العاصي. قال حبيبنا عليه السلام: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، العابد والعاصي، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها
كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء، الناس اللي في السفينة تحت لما يعوزوا مياه يعملوا إيه؟ مروا على من فوقهم فآذوهم. قد تصيب يعني أمتعتهم بعض من الماء أو بعض من الأتربة المعلقة بالأحذية والأقدام فيؤذون الناس، فقالوا لا نريد أن نؤذيهم. عايزين تعملوا إيه؟ ناس في منتهى الجمال وفي منتهى العفة وفي منتهى الحياء، لديهم ذوق ولديهم أدب ولديهم أخلاق عظيمة، لكنهم يحتاجون إلى توجيه. إياك أن تظن أن العاصي أو أن المذنب أو أن الذي يرتكب خطأ أنه خرج من دائرة الإنسانية إلى دائرة الحيوانية أبدا. أحيانا يكون العاصي عند الله يحمل قلبا أعظم من قلب العابد، لكنه يحتاج إلى من يأخذ بيده، يحتاج إلى نصيحة، يحتاج إلى كلمة طيبة، كلمة لينة، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فآذوهم، فقالوا بفكرهم بقى هم وناس محترمين جدا، فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذي من فوقنا. احنا بنضر الناس اللي فوق دول وعايزين نبقوا مؤدبين وحلوين معاهم، نخرموا السفينة تجيب لنا مية من أسفل السفينة ولا نمر على الناس فنؤذيهم. هذا فكرهم، هذه عقيدتهم، هذا منهجهم، هذا ما تعلموه، هذا ما أهدي إليهم من جهات لا تحب الإسلام ولا المسلمين. يظنون أنهم يصنعون عملا طيبا، يقدمون لهم السم في العسل. لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا، لو الناس اللي في الدور العلوي سابوهم، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم حاسب ماذا تصنع؟ هذا السلوك خاطئ، هذا السلوك سيغرق الجميع، إياك وهذا الصنيع، لا يجوز، لا يليق، لا يمكن أبدا. ويتصدى للفساد ويتصدى للمنكر ويتصدى للباطل ويتصدى للخراب ويتصدى للدمار. فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فعلينا عباد الله من هذه الساعة أن نصحح نوايانا لله، وأن نعقد العزم أن ننجو جميعا، أن ينجو الصالح بأن يأخذ بيد الطالح، وأن ينجو صاحب العقل بصاحب الفكر المتدني أو صاحب الفكر الملوث، أن يأخذ بعضنا بيد بعض برأفة وحلم ورقة، بعيدا عن الجفاء والغلظة، بعيدا عن التفرق والتشرذم، لنكون أمة فتية قوية مهابة لها وزنها بين الأمم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ادعوا الله يستجب لكم.